السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعي القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وبصحة جيدة. اليوم غادي نتقاسم معكم هذه الوصفة ديال الجبن. غادي نحتاجو واحد 2 يترو ديال الحليب مع نص يترو ديال اللبن. غادي نسخنو الحليب مزيان، يعني غادي نسخنوه لدرجة الغليان حتى كيغلى. من الاحسن هنا الا كان عندنا الحليب ديال المزرعة كيعطينا واحد النتيجة ممتازة. غادي نضيفوا له شويه ديال الملحه بعد ما سخناه، وغادي نضيفوا هنايا تقريبا واحد نص يترو ديال اللبن. هنا اللبن الا كان حامض غادي نديرو غير نص يترو، والا كان حلو ممكن نمشيو حتى ليترو. صافي غادي نبقاو كنخلطو حتى كتعطينا هاد الكتله ديال الجبن. الا شفتوها ما طلعتش غادي ممكن نعاودو نسخنو داك الحليب واللبن مع بعضياتهم، غنسخنوهم على نار مهيله وحنا كنخلطو حتى كتطلع لنا هذيك الكتله. يعني هنا راه الطريقه ساهله. صافي هنا صفيتو مباشره، ما كنخليوش تقريبا غير واحد 10 دقائق غير يطلع للفوق، يعني حتى كيتصفى مزيان. صافي وكنصفيوه. ومن الاحسن هنا انا كنفضل ما نعصروش بزاف باش يبقى عطري، يعني نحاولوا نخليو فيه شويه داك الماء باش كيجينا داك الجبن كيجي رطب، ما كيجيش قاصح ومعلك. صافي النتيجه هي هذه، كيجي رائع وكيجي ممتاز، خاصة إلا ضفنا له شوية ديال زيت الزيتون وشوية ديال الزعتر. ممكن هنا نخدموه حتى في دوك بعض المملحات، اولا كنديرو به بريوات ديال الجبن مع شوية ديال الزعتر كيجيو رائعين. نتمنى هاد الطريقه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، خاصة مع هاد الشهر الكريم كتكون واحد الوجبة اللي ممتازة للسحور او للفطور. وإلا بغينا نحفظوها كنخليوها في هذاك الماء اللي صفينا، كنخليوها في واحد يعني واحد العلبة ديال الزاج، ونسدو عليها ونخليوها في الثلاجة لواحد 3 ايام ما نفوتوهاش. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو الى عجبكم، وما تنساوش الاشتراك للناس اللي اول مره غادي يدخلوا عندي. ما تنساوش الاشتراك الى عجبكم المحتوى. بطبيعه الحال ودمتم في رعايه الله وحفظه، مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.